وانا عيله صغيره حلوه كده، وانا فاكره ان هيكل سليمان اللي اليهود بيدوروا عليه تحت المسجد الاقصى ده يبقى هيكل سيدنا سليمان، الجثمان بتاعه يعني. وما كنتش قادره افهم ليه اليهود مهتمين قوي كده بالهيكل العظمي بتاع سيدنا سليمان من غير تنمر لو سمحتوا. عيله ومش فاهمه. سيدنا موسى لما بدا رحله الخروج من مصر مع قومه عشان يروحوا ارض كنعان اللي هي فلسطين دلوقتي، الرحله طولت جدا، لكن سيدنا موسى مات قبل ما يوصلوا الارض المقدسه على طول. يعني عاش 40 سنه تايه مع قومه، ومات قبل ما يوصل الارض اللي كان بيحلم يدخلها بخطوات. فيوشع بن نون قاد قومه من بعده ودخل بيهم ارض كنعان. لحد هنا احنا كويسين وكلنا متفقين. فداود قال انا ازاي ابقى عايش في القبهه دي كلها وتابوت العهد محطوط في حته خيم؟ انا لازم اعمل مكان يليق بقيمه الالواح دي. ووقف قال للشعب اليهودي انا هبني بيت الرب اللي ترجمته في الكنعانيه هيكله عشان نحط فيه الواح ربنا. بس ربنا قال لهم لا، مش داود اللي هيبنيه لان ايده ملطخه بالدماء، ابنه سليمان هو اللي يبنيه. وفعلا بعد ما مات الملك داود اتولى الملك سليمان سنه 970 قبل الميلاد، وبعد 4 سنين بدا يبني الهيكل في نفس مكان الخيمه فوق جبل موريا. الراجل قال لك اصرف وكلف بقى ما يهمكش، ده بيت ربنا. وجاب 180,000 عامل من بني اسرائيل، 30,000 يروحوا لبنان يقطعوا شجر الارز، و80,000 يقطعوا الحجاره ويبنوا الهيكل، و70,000 شيال، و3,300 مشرف. دول هيبنوا برج خليفه بقى، وبنى هيكل تاني فعلا، بس المره دي من غير تابوت ولا الواح، اهو مكان مقدس يلمهم ويصلوا فيه وخلاص. بس شايفين بقى القصة المؤثرة العظيمة اللي تخليك تتعاطف معاهم دي؟ كلها هري في هري ومن نسج خيالهم. وتعالوا بقى نمسكها حتة حتة ونفصصها مع بعض. اصلنا ما وراناش حاجة. اولا كده التوراة قالت ان عدد عمال بنى الهيكل 180,000 عامل في 7 سنين. دول هيطلعوا حاجة بقى ولا الهرم الاكبر، لا اكبر، لان عمال الهرم كانوا 20,000 بس. فاحنا بنتكلم عن حاجة اكيد اكبر واضخم بكتير، حاجة كده نشوفها واحنا واقفين في البلكونة في الصين. اساسا مبنى عملاق ملوش اول من اخر. امال ال 180,000 دول كانوا بيعملوا ايه السنين دي كلها؟ بس التوراة نفسها قالت في سفر الملوك ان الهيكل كان طوله 60 ذراع، يعني 27.5 متر، وعرضه 20 ذراع، يعني 9 متر، والحوش 9 في 10، يعني الهيكل كله على بعضه شاكب راكب بالبروز بالمناور 300 متر. الشقة في الهرم وارتفاعه 14 متر، يعني ما عداش 4-5 ادوار. يعني البرج الايقوني في العاصمه ناطحه سحاب بالنسبه له. لا ده ال 180,000 كانوا بيروحوا يقوروا كوسه بقى. ثانيا بقى وده الاهم، ان اليهود بيقولوا ان قصه الهيكل دي كلها جت في سفر الملوك الاول والثاني، والسفرين دول اللي كتبهم النبي ارميا، والحاجات دي حصلت بعد ارميا بسنين اساسا. فايه الراجل كان بيتنبأ بالمستقبل؟ ليلى عبد اللطيف هو لا طبعا، التحريف التوراة والتلمود اللي شال قصص وحط قصص على مزاج الحكماء، لان مفيش ولا مصدر تاريخي ولا اثري ولا رحالة ولا حتى حتة ورقة واحدة تقول ان سيدنا سليمان بنى هيكل فوق جبل المقدس اصلا. لان مفيش ولا مصدر تاريخي ولا اثري ولا رحالة ولا حتى حتة ورقة واحدة تقول ان سيدنا سليمان بنى هيكل فوق جبل المقدس اصلا. وبعدين في تفصيلة مهمة قوي معرفش ازاي بتعدي علينا في حديث شريف، ان اول مسجد وضع في الارض كان المسجد الحرام، وتاني مسجد المسجد الاقصى، وان الفرق بينهم 40 سنه. والمسجد الحرام بناه سيدنا ابراهيم، وبعدها ب40 سنه حفيده سيدنا يعقوب بنى المسجد الاقصى عند الصخره المقدسه فوق جبل بيت المقدس. وطبعا سيدنا يعقوب قبل سيدنا موسى وسيدنا سليمان بمئات السنين، يعني اصلا كان في مسجد موجود فوق جبل بيت المقدس قبل ما يبقى في حاجه اسمها يهود في الحياه اساسا، زي المهامات عندنا كده. ومدد يا سيدي برغوتي مدد. مين برغوتك ده؟ وبعدين ده ربنا كان مسخر لسيدنا سليمان الجن والرياح والدواب والارض، فمعقول لما يعوز يبني هيكل 3 اوض وصاله هيجيب 180,000 عامل ويقعد 7 سنين ويستلف ويتدين كمان؟ طب ما الجن موجودين، ما كان امرهم يبنوه في لمح البصر. بعدين بالعقل كده برضه ملك سليمان ما كانش بيضم جبل بيت المقدس اصلا، فايه اللي يخليه يبني هيكل مقدس
مقدس وعظيم كده بره حدود دولته اللي اخرها كان حاره اليهود في القدس، ما من باب اولى كان يبنيها عنده، ده هم خطوتين يعني مش بعيد. فهو سيدنا سليمان بنى هيكل بس فين ما نعرفش. انما اللي قال انه في اورشليم فوق جبل بيت المقدس دي اجزاء التوراه المحرفه، دي اجزاء التوراه المحرفه اللي اتكتبت بالايد على المزاج كده. وبعدين يا يهود كأن سيدنا داوود وسيدنا سليمان مجرد ملوك، وكمان سيدنا داوود ايده ملطخه بالدماء يا فجر. ده انتوا لو عرفتوا كمان قصه ايده ملطخه بالدماء دي هيجيلكوا هلع. يعني ما عداش عليكم خالص يا يهود انهم انبياء، انهم انبياء. وانا كل اللي عايزه اقوله ان هيكل سليمان اتبنى فعلا، لكن فين الله اعلم. وحتى لما زربابل دخل القدس تاني وبنى واحد جديد برضه ما حدش يعرف فين. والاكيد انه ما كانش مكان الاصل. وسيدنا المسيح اللي اتولد في عهد الهيكل التاني قال الحق اقول لكم انه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. يعني الهيكل ده هيتهد كله ومش هيتبقى منه حجر واحد. يعني حتى الهيكل التاني مالوش اثر برضه، يعني حتى الهيكل التاني مالوش اثر برضه. الحلقه اللي انتشرت على كل مواقع التواصل طبعا وعلى اليوتيوب والخاصه ببناء هيكل سليمان، والحلقه فيها يعني عدد من طبعا الاخطاء التاريخيه، وناس كتير طبعا برضو حابه اوضح برضو ده الناس او اللي بتهاجم واللي مع واللي ضد. فاحنا ليه زعلانين كمسيحيين من المغالطات اللي موجوده طالما بيتكلم عن اليهود، بيتكلم عن التوراه، احنا ما جبناش سيره المسيحيين. فهاخد من يفتك التعليق على بعض الاخطاء ولو طبعا في اثباتات تاريخيه او من خلال الكتاب. فاول حاجه المفهوم العام للحلقه ان مفيش حاجه اسمها هيكل سليمان، مفيش حاجه حقيقيه تقول انه حتى الهيكل الموجود دلوقتي او المفروض انه الهيكل الموجود او الناس بتدور عليه واليهود منتظرين اعاده بناء الهيكل كان موجود اصلا. لا طبعا دي مغالطه تاريخيه. الهيكل كان موجود، السيد المسيح دخل فيه. يعني احنا كمسيحيين عندنا اثبات ان الهيكل كان موجود، ان السيد المسيح دخل فيه فترة تجسده ولغاية آخر سنة عاشها على الأرض قبل الصليب. وكانت أحداث الصليب قريبة من الهيكل، وكان يجتمع مع تلاميذه في منطقة داخل الهيكل اسمها رواق سليمان. وبعد ما المسيح صعد للسماء كان أبائنا الرسل بيجتمعوا في رواق سليمان لغاية ما اليهود طردوهم من الهيكل، لأنهم اكتشفوا أن دول أتباع يسوع الناصري مش طائفة يهودية. فالهيكل موجود تاريخيا يعني. بناه سليمان الحكيم بعد داود على طول، لأن داود كان ناوي في نيته يعني يبني الهيكل، فربنا قال له أنت رجل دماء لأنك دخلت حروب كتيرة، ما حبش أن أنت تبني لي البيت بتاعي، ابنك اللي خارج من صلبك هيبنيه. وحصل في عهد سليمان اللي هو الملك الحكيم، داود جمع كل المواد اللازمة لبناء الهيكل، الخشب والحجارة وغيره. وسليمان استعان بأصدقائه من الملوك المجاورين إن هم يبعتوا له خشب من منطقة لبنان، واتبنى الهيكل في أيام سليمان. ودشنه سليمان بوجود الكهنة، وقصة التدشين مذكورة بتفاصيل لطيفة جدا وعجيبة. وبعدين عاشوا الناس في الهيكل لما حصل السبي إلى أشور وإلى بابل، تم هدم الهيكل، أو يعني مش مسح تماما، يعني تم تهديمه. لكن في النقطة دي سيدنا برضو من الحاجات اللي اتقالت إن لما رجعوا اليهود بعد السبي وبعد الهدم إنهم يبنوا الهيكل، فاللي بنوه ملوش أي علاقة بالهيكل الأساسي بتاع سليمان. لا طبعا هو المكان موجود والآثار بتاعته موجودة، وبعض الحوائط كانت موجودة. لما رجع أيام السبي، هو السبي قعد 70 سنة، رجعوا في 3 قادة، زربابل وعزرا ونحمية. وفي نفس الوقت كان في 2 أنبياء اللي هو حج وزكريا. زربابل هو اللي بنى الهيكل، وعزرا جمع الشعب وعلمهم الناموس، ونحمية بنى سور أورشليم. فدي عملية التعمير ومتتابعين ورا بعضهم. فزربابل لما بنى الهيكل ما كانش على الأرض خالص، هو كان بيرمم وبيعيد مجد الهيكل بتاع زمان.
وفي نبوة حجاي وزكريا ذكر ان الشعب بعد ما تحمسوا لبناء الهيكل رخرخوا شوية انهم اهتموا ببناء بيوتهم، فجت النبوة تقول لهم ازاي تبنوا بيوتكم وتسيبوا هيكل ربنا خراب، فكملوا. وبعدين في ايام السيد المسيح قبل تجسده بشوية هيرودس الملك تبنى اعادة اعمار الهيكل، وقعد 46 سنة يرمم فيه. عشان كده لما جه المسيح قال انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام، وكان يقصد هيكل جسده. هم قالوا له احنا بنيناه في 46 سنة، انت جاي تهد دلوقتي؟ فالهيكل موجود يعني تاريخه متواصل لغاية سنة 70 ميلادية. سنة 70 ميلادية قامت ثورة من اليهود ضد الدولة الرومانية، فأرسلوا جيش يخمد الثورة دي، فدخلوا إلى أورشليم وهدموا الهيكل تماما بيد قائد روماني اسمه تيتوس، ومن بعدها ما قامش للهيكل قائم، فهو كان موجود لغاية سنة 70. لكن حتى بعد هدمه وما قامتلهوش قومة تاني مكان الهيكل موجود معروف، لأنه برضو هي من الحاجات اللي اتقالت في الحلقة دي على حائط المبكى، وما بيبقوا عندهم معتقدين إن ده المكان أو دي الحيطة اللي باقية الوحيدة من هيكل سليمان، لكن الحقيقة إن الحيطة اللي باقية دي مش من هيكل سليمان الحقيقي، لكن التاني اللي بنى. دي مغالطة تاريخية، يعني العالم كله يعني المفروض الإعلامي يكون مثقف عشان ما يضحكش الناس عليه، والناس بتسمع والمشاهدات كثيرة طبعا. اللي بيسمع في منهم نوعية ما عندوش معلومات فبيصدق، في نوعية تانية مثقفة وعارفة ايه الكلام اللي بيتقال ده، فالواحد يهين نفسه لما يقول معلومة مش مظبوطة. لو أنا مش عارف أقول أنا مش عارف، لكن ما أقولش معلومة كأنها أنا عارفها وجايبها من مصادر وهي مش مظبوطة. العالم كله عارف، والتاريخ بيشهد لغاية 70 ميلادية في الحتة دي كان فيها. وهو حتى أسلوب الحكي أو السرد لحاجات دينية ومعاها طبعا حقائق تاريخية أو مناقشتها، أو يعني طبعا لازم يبقى فيه لو في رأي ورأي آخر أقول بالأدلة والبراهين، وأنا أقول من غير التهكم. يعني حتى الأكواد الإعلامية اللي المفروض أن بيبقى ملتزمين بيها في العمل الإعلامي بتمنع الواحد لو في طرح يعني يطرحوا بصورة التهكم، وده كان مسار الحلقة يعني. وبعدين في فرق بين حقيقة تاريخية وأنا مش مصدقها إيمانية. يعني أنا لا أعترف بوجود هيكل، ده أوثان، دي عقيدتي، لكن هو موجود تاريخيا موجود. صحيح. فلما أجي أنا أعملها بالعكس أقول أساسا ما كانش موجود، فببين إن أنا مش فاهم مش عارف. طيب هو برضو من الحاجات اللي يعني اتقالت ان النبي أرميا عاش قبل سليمان وهو اللي تنبأ ببناء الهيكل. دي من الحاجات طبعا سليمان كان حوالي سنة 1000 قبل الميلاد، يعني احنا بنحفظها عندنا للعيال الصغيرين ان إبراهيم 2000 قبل الميلاد، وموسى 1500 قبل الميلاد، وداود 1000 قبل الميلاد، عشان تتحفظ يعني كده رفلي مش بتدقيق. إبراهيم 2000 قبل الميلاد، موسى 1500 قبل الميلاد، وداود 1000 قبل الميلاد. طبعا سليمان ورا داود على طول. السؤال هنا بقى ليك، بس ركز عشان ما تغلطيش. هو مين أقدم، إبراهيم ولا موسى؟ لا إبراهيم. طب ده إبراهيم سنة 2000 وموسى 1500. ده بقى من الحاجات اللي في الفيديو، الترتيب الزمني قبل الميلاد وبعد الميلاد، تنازلي وتصاعدي، لان دي من الحاجات اللي لخبطت يعني مقدمه الحلقه في الهيئه، وده كانت مسار للنقد. بقول انا ابراهيم سنه 2000 قبل الميلاد، وتخيل ان هو بعد موسى، لان موسى 1500، يبقى دي حاجه تنازلي قبل، لكن بعد ميلاد المسيح يبقى العدد. لما اقول -1 وماينس 2، طبعا الأقل هو -2 بالظبط، لكن لما نيجي في العكس بقى الأزيد اللي هو بلس، فهو أرميا كان أيام السبي، والسبي دوت سنة 600 و500 قبل الميلاد، وسليمان سنة 1000 قبل الميلاد. فلما نقرأ ده 1000 وده 600 حوالين الرقمين، يعني
الاقي ان لا ده 1000 بعد 600، يبقى سليمان بعد أرميا، لكن هي بالماينس. طيب هي برضو من الحاجات ان التوراة ما حددتش الجبل او المكان اللي اتبنى عليه هيكل سليمان. لا، هو اسمه جبل المريع بالمناسبة، يعني نطقها المريع. وهذا الجبل حدده ربنا لإبراهيم ساعة لما قال له خذ ابنك وحيدك إسحاق وقدمه محرقة على الجبل الذي أعلمك به، وراح هناك جبل المريع، وهو ده المكان اللي قدم فيه إبراهيم الذبيحة، واللي فيما بعد سليمان بنى عليه الهيكل. ايه برضو يعني في هنا استشهاد باكتر من مؤرخ يهودي بالحفريات، انه ما ذكرتش للمكان اي اثر، او هو المؤرخين لما زاروا القدس في القرن ال13 الميلادي، يعني في ذكر لبعض المؤرخين اللي قالوا ان ما فيش اي ذكر للاثر ده، وكمان ان المنطقه من قدسيتها الحفر فيها عن الاثار والحاجات دي بيبقى صعب، فازاي احنا قدرنا نحدد ده؟ لا طبعا، لو هي بتتكلم او اي حد يعني عن القرن 13 بعد الميلاد، دي عصور متأخرة قوي، لان انا بقول ان الهيكل اتهد سنة 70 ميلادية ولم يقم له قائمة، وبعدين المنطقة دي تعاقب عليها كتير جدا من الأنظمة السياسية والحكام. أيام اتهد الهيكل كان تحت سلطة الدولة الرومانية، وقبل كده كانوا تحت سلطة الدولة اليونانية أيام الإسكندر الأكبر. الدولة الرومانية بعد كده لما انهارت كان دخول العرب إلى المناطق دي ومصر وكله، وبعد كده العرب نفسهم ما استمروش، لأن كان في الدولة الأموية دول مش عرب، والعباسية دول مش عرب، والمماليك مش عرب. كل دي أنظمة حكام تعاقبوا. وبعدين في العصور الحديثة كان فيه أحيانا إيطاليا تبقى مستولية على المكان، إنجلترا مستولية على المكان، وبيبقى بحسب نظام الحكم وتعاطفه واحترامه لقدسية الأماكن القديمة أو عدم. ما تقدريش تحسميها إلا بدراسة دقيقة جدا جدا، وهم عندهم الدراسات دي. نيافتك قبل كده واحنا بنتكلم على استحالة تحريف الكتاب المقدس في عدد من الحلقات، ونيافتك قلت او ربطت ده بان التوراة مش محرفة، وان المسيحيين لو هم حرفوا الانجيل كانوا اليهود هم نفسهم اول ناس، ده هيبان من خلال تمسكهم، طبعا من خلال الترجمة السبعينية. فدي برضو كانت من الحاجات اللي اتقالت في الحلقة، ان التوراة تم تحريفها وكتبت مؤخرا يعني على المزاج يعني. طبعا بالنسبة للمشاهد لنا دلوقتي، أيوة. لازم نعرف ان الكتاب المقدس اللي احنا بنملكه مكون من جزئين، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم دوت ملكية مشتركة بين اليهود والمسيحيين. العهد الجديد ده بتاعنا بس، بتاع المسيحيين. يعني ما يتقالش احنا مالنا ومال التوراة، انتوا زعلانين ليه؟ لا ده ملكية مشتركة، ونحن نؤمن به وبقدسيته بعدم تحريفه، ونحترمه جدا، ومبني عليه العهد الجديد. والسيد المسيح نفسه قال كده: لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. يعني هيعمل لنا كمان العهد الجديد. اليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد، لكن كانوا معاصرين للأحداث التي ذكرت فيه، فبالتالي لو في تزييف فيما ذكر في العهد الجديد من بدري، كان اليهود يقدروا يشهدوا ضد المسيحيين ويقولوا الكلام ده كذب، لكن ما حدش قال هذا الكلام. المسيحيين شهود على ان اليهود كانوا امناء في حفظ العهد القديم، ما يضيعهوش ولا يحرفوا ولا يغيروا في نصوصه. ولو اليهود عملوا كده كان المسيحيين يقولوا لا ده مش كتابكم لوحدكم، ولا المسيحيين يجرؤوا ان هم يغيروا حرف واحد في العهد القديم، لان ملك اليهود يتمسكون به جدا. اعتقد ان المسيح نفسه كان بينتقد اليهود من خلال التوراة. طبعا السيد المسيح يعني استشهد بنصوص قديمة. أيوة. وكذلك العهد الجديد استخدم نصوص كتير موجودة في العهد القديم. في بداية المسيحية قبل كتابة أسفار العهد الجديد، كانوا في الاجتماعات الليتورجية زي القداس يقروا نبوات
يقروا من العهد القديم. فده كتابنا واحنا ما زلنا بنقرا النبوات، سام الكبير، في البسخة، في الآن، في بعض الطقوس. والمزامير دي ما بنبطلش نستخدمها في صلواتنا. فإحنا ما فيش توافق ما بين المسيحيين واليهود، دي لازم نعرفها. ما احناش أصدقاء، هم في عداوة من ناحيتهم. احنا مش بنعادي حد، بس هم أعداء. مش احنا اللي بنبتدي بالعداوة، احنا بنحب كل الناس ونتمنى الخير لكل الناس. بس هم صلبوا المسيح واضطهدونا وقتلوا أنبيائهم، وهم أضداد لكل الناس، ودي قالها بولس الرسول. طيب لما نكون احنا مش متفقين في فكريا حول عن المسيح ان هو ده المسيح اللي منتظرينه ولا حد غيره، ومع ذلك في كتاب نملكه احنا الاثنين، يبقى الكتاب دوت ما حدش يجرؤ ان يغير فيه. يعني لو في توافق بين اليهود والمسيحيين واتفقوا على التغيير كان يبقى فيه هنا شبهة، لكن مفيش توافق. هنتفق على ايه؟ هل هنتفق على ان يسوع الناصري الشخصية التاريخية اللي احنا بنعتبره ده المسيح اللي انتم مستنيينه والنبوات بتتكلم عنه، هل احنا عندنا جرأة وفرصة ان احنا نأيف النبوات على المسيح بتاعنا واليهود يسكتوا لنا؟ لا طبعا. او العكس، ان اليهود بيعتبروا المسيح اللي جالنا ده ضلالي وهم عندهم نبوات بتتكلم عنه، هل عندهم جرأة يغيروا نبوات عشان يضللونا عن المسيح؟ لا، ما يقدروش. فالنبوات واضحة وموجودة، بالرغم هم مش مؤمنين بالمسيح بيفسروها بطريقة تانية. هنا التغيير في التفسير مش في النص. هم يقول لك لا، ده مش مقصود بها يسوع الناصري، لكن النص موجود وغير محرف، ومفيش حد يقدر يجرؤ يجي جنبه، محدش يجرؤ عليه، لا من المسيحيين ولا من اليهود. وعلى فكرة برضو الفكر الإسلامي منذ البداية ما قالش إن الكتاب المقدس محرف. مفيش أي شهادة تاريخية من زمان. هي أبناء هذا الجيل اللي هم مش لاقيين حجة يتكلموا فيها يقول لك محرف، لكن كل الأجيال كانت تحترم الكتاب المقدس، ما حدش طعن في صحته. تمام. طيب معلش انا عارفه ان طولت في الموضوع ده، بس يعني يبقى بس في ردود موثوق فيها من خلال وجود نيافتك معانا. برضو اللي اتقال انه داود وسليمان مجرد ملوك ودمويين ومش انبياء، يعني عشان كده ربنا قال لداود انت ايديك ملطخه بالدماء فانت مش هتبني الهيكل. داود هو مؤلف المزامير، والمزامير محترمه في فكر الاسلامي، فازاي حد مسلم يجرؤ أن يطعن في أن داود نبي؟ الكتاب الذي كتبه يسموه في التراث الإسلامي الزبور. فكيف يجرؤون أن هم يطعنوا في داود النبي؟ داود النبي فعلا كان دخل حروب كثيرة، بس الحقيقة هو دخل الحروب دي بنبل، لأنه مثلا لما كان شاول الملك بيعادي داود، وشاول وقع تحت إيدين داود أكتر من مرة، وهو لم ينتقم منه وسامحه ولم يسفك دمه، بالرغم ان هم في حالة عداوة وحرب. لكن هو كان في حرب ضد أعداء شعبه، وأي حد في شعبه أنا لو أنا في الجيش مش ودخلنا حرب، مش أنا هقتل أعداء البلد؟ فده وضع طبيعي، ما بنسميش الشخص دموي، بنسميه إن هو مقاتل ومكافح ومجاهد وبتاع. صح. أما سليمان رجل سلام، ما دخلش حرب واحدة ولا سفك دم حد. سليمان كان رجل سلام. داود سلمه المملكة يعني جميلة ومزدهرة، وهو أزادها جمالا وازدهارا بدون دخول في حرب. لكن هو نبي، ما اقدرش اقول ان سليمان طبعا كمان مش نبي. أيضا سليمان كتب أسفار في الكتاب المقدس اللي هي الأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد والحكمة. يبقى مش نبي ازاي؟ أكيد. طيب بخصوص خيمة الاجتماع، إن يشوع وضع تابوت العهد في خيمة الاجتماع في أورشليم 300 سنة. بصي برضه دي مخالفة تاريخية، لأن أيام يشوع ما كانتش مدينة اسمها أورشليم، ما كانش أساسا في أورشليم. أورشليم بناها داود، والأصل بتاع أورشليم قرية اسمها يبوس،
وشعب أورشليم كان اسمه اليابوسيون. لكن يشوع خلى الخيمة تستقر في منطقة اسمها شيلوه، وكان الخيمة دي موجودة من أيام يشوع فعلا لغاية أيام صمويل، وصمويل نفسه كان عايش في شيلوه، وساعة لما أبواه قدموه لخدمة الخيمة. صمويل هو اللي مسح داود ملك ومسح شاول ملك، وداود هو اللي أنشأ مدينة أورشليم عشان بنسميها مدينة داود، مدينة الأنبياء. فالخيمة كانت منطقة تانية اسمها شيلوه ساعة لما دخلوا أرض الموعد ونصبوا الخيمة وبدأوا العبادة هناك. لكن بعد كده اتنقلت كمبنى بقى مش خيمة في أورشليم أيام سليمان.